السلام عليكم. أطلعكم على بعض الشهادات الأليمة التي تصلنا من أهلنا وأخوتنا وأصدقائنا في قطاع غزة. دكتور أحمد سعيد الجدبة وصلته الرسالة كتب فيها: دكتور، بدي أتشكرك، وما في داعي لتحويلة بنتي. اليوم بنتي استشهدت. أما السيد نبيل ذياب فكتب: ذهبت إلى مفترق السرايا لأبحث عن شيء يؤكل، وشاهدت أصعب ما رأت عيني: نساء أمهات مرضعات يحملن أطفالهن هياكل عظمية، ورجال وشباب بعضهم يسقط من شدة الجوع والإعياء. وكتبت صديقة لنا في غزة إن أولادها لم يعودوا يعرفوا ما معنى الفاكهة، وتضطر أن ترسم لهم الفواكه حتى لا ينسوها. لا شيء موجود في غزة، حتى المحلات التي تبيع البضائع الغذائية بأسعار خيالية نفذت بضاعتها. نحن شعب مجوع ولسنا جائعين. هزم الخذلان أجسادهم، لكن قلوبهم ستقاوم حتى النصر.